بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا سمعنا الاخبار طبعا اللي هي بتاعت قيام توجيه اسرائيل لضربه 300 هدف تقريبا، حاجه يعني مش معقوله يعني. رقم فظيع، وده بيدينا رساله لحاجه ان شناعه العقليه التوراتيه، عقليه اباده. هم عايزين يعني هم التوراه بتقول لهم كده ان انتوا لازم البشر دول حاجه من الاثنين: تبيدوا جزء منهم والباقي تستعبدوه. التوراه بتقول كده، مش انا اللي بقول، التوراه بتاعتهم المؤمنين بيها. الليكود ده اللي هو بتاع نتنياهو ده، هم دول الناس التوراتيين اللي بيقولوا احنا لازم نبيد كل شعوب العالم، واللي مش وفي جزء كده مش هنبيده بس يبقوا عبيد عندنا. هم بيقولوا كده، ونبيدهم بكل قسوه ممكنه، ونبقر بطول النساء ويقتل الاطفال في بطول، حاجه كده يعني خرافيه في التوراه. في التوراه، والمسيحيين حاطين التوراه مع الانجيل في كتاب واحد اسمه الكتاب المقدس. تيجي انت بقى ايه تشوف تصرفاتهم، بيتصرفوا ايه من التوراه. لكن اما يجي يكلمك يقول لك الانجيل بيقول كذا، ينتقد بقى الاسلام، يمسك لك الانجيل. طب ما تمسك التوراه. مش بتقول الكتاب المقدس ده الكتاب المقدس بتاعك اللي انت بتعبد بيه ربنا؟ طيب، وبتقول التوراه بعبالها كده دي جزء من الكتاب المقدس، حلو قوي. طب انت لما بتيجي بتتكلم عن تنتقد الاسلام او سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتنتقده بناء على الانجيل ليه؟ ما تنتقده في ضوء التوراه. شوف انبياء التوراه كانوا بيعملوا ايه. في التوراه نفسها مكتوب عنهم ايه، كانوا قتله وسفاحين ويزنوا حاجه كده، حاجات غريبه يعني يقول لك ايه الجنس الاسود ده جه ازاي؟ ان سيدنا ان النبي الله لوط عليه السلام ده، هم طبعا مش بيقولوش عليه السلام، ده كان راكب مركب كده في لوكا، وكان معاه بنتينه بناته فسقوه خمره، فسكر، فزنى بيهم الاثنين، فانجبوا له الجنس الاسود اللي هو الافارقه دول. في التوراه، موجود في التوراه الكلام ده، حاجات كده. طيب اما تيجي تكلمهم بقى يقول لك لا، شوف الانجيل بيقول ايه، شوف المسيح بيقول لك من ضربك على خدك. طب هو انت بتطبق كده؟ انت بتطبق كده؟ يقول لك ازاي نبي بيحارب ويلا؟ طب ما البابا في روما دوله وعندها جيش وعندها شرطه، وكانت بتخوض حروب رهيبه طول عمرها، وهو اللي حرض على الحروب الصليبيه اللي يعني اللي ابادوا المسلمين بلا هواده في الشام. ده في بلد اسمها معرة النعمان بعد ما الصليبيين دخلوها كان فيها 20,000 نسمه، قتلوهم كلهم. بس كده؟ لا، ده كلوهم. المؤرخ الصليبي اللي كان معاهم هو اللي كتب، مش احنا. اكلوهم، بقوا يقطعوا كده الرجاله والستات وياخدوا كده الايه الفخده والحاجات الموزه والحاجات دي وياكلوها. الاطفال بقى كانوا بايه بيفضوا بطنه كده من الامعاء والكلام ده، وايه ويحطوه على النار يشووه وياكلوه مشوي زي البوري، السمك البوري المشوي. الصليبيين عملوا كده. طب انتوا بتطبقوا الكلام ده ليه يعني وانتوا حاطين علامه الصحيح؟ بيقول لك ما هو التوراه بتقول كده. طب هو انتوا بتتبعوا التوراه ولا الانجيل؟ هو المسيح كان لو طلع كده وشافكم بتعملوا كده هيقول لكم اللي بتعملوه ده كويس؟ يقول لك لا، ما هي التوراه بتقول. طب انتوا التوراه ولا الانجيل؟ زي ما هي نفس الخدعه بيعملوها المسيحيين لما تيجي تناقشهم. تقول له المسيح ده يا اخي انسان بياكل وبيشرب وبيخش الحمام وبيعمل وبيسكر وحاجات كده، والنسوان العاهرات بيصرفوا عليه، ما كانش بيشتغل حاجه وعايش على قفا النسوان العاهرات، ويقول لك ده الناسوت. طب يجي تقول له طيب مش عارف ايه، يقول لك لا ده اللاهوت. طب هو ناسوت ولا لاهوت؟ يقول لك هو اتنين، شويه يقول لك لاهوت شويه يقول لك ناسوت. المسيح كده طالع بمنظرين. عارف انت اسماعيل ياسين لما كان طالع بمنظرين؟ او نجيب الريحاني لما كان طالع بمنظرين، لما يحبوا مش عارف ايه يقول لك لا ده اللاهوت. طب ده الناسوت، انت عرفت منين ده اللاهوت ولا الناسوت؟ هو قال انا دلوقتي انا اللاهوت وهتصرف كده كلاهوت، ودلوقتي انا الناسوت فهتصرف كناسوت. ايه التهريج اللي بتعملوه ده؟ ده تهريج، ديانه تهريج اتألفت في الامبراطور قسطنطين بعد المسيح ب 300 400 سنه. هو افتكر ان الدين ده هيناسبه واحسن من الاديان اللي عنده، فجاب كل المسيحيين اللي هم الاساقفه والاساقيف في جميع العالم وجابهم في مدينه اسمها نيقيا، قال لهم بصوا ظبطوا لي ديانه كده تكون ظريفه، وحطوا له بقى كل الكلام الفارغ اللي هم بيقولوا دوت: اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بقى الناس جايين يشتكوا لك من الظلم، تقول لهم ادفعوا الضرايب. طبعا مش ممكن المسيح يكون قال كده، مش ممكن طبعا. طيب نرجع بقى لموضوع ايران.
زي ما قلت القسوه دي هي قسوه توراتيه يعني لازم لازم يعني نتوقعها. ولما احنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان احنا سنبيدهم في النهايه، وان الشجره هتقول لك تعالى يا مسلم اقتلني عشان ورايا استخبى اقتله. احنا فهمنا دلوقتي ليه، فهمنا ان ربنا حكم عليهم بالاباده ليه، وليه اتعمل فيهم في المانيا الاباده ليه، عشان هم كده، هم اشرار حرفوا التوراه وحطوا فيها مواد شريره بتخليهم يحاولوا يبيدوا البشريه. عشان كده دول ما لهمش علاج الغير زي ما ربنا قال لنا الاباده التامه، ما لهاش حل تاني. بس انا هنا بالنسبه لايران، انا بقول ان ايران دي نموذج للدوله العبيطه. بقالهم 30 سنه شغالين في البرنامج النووي ولسه ما عملوش قنبله ذريه. انت ايه، انتوا بتولدها قنبله ذريه؟ يا راجل ده كوريا الشماليه الدوله اللي قد كده عملت قنبله ذريه في كام شهر. باكستان عملت قنبله ذريه في كام شهر. انت 30 سنه مش قادر تعمل قنبله ذريه؟ يعني ايه الهبل ده؟ النهارده لو ايران دي عندها قنبله ذريه كان تقدر اسرائيل تعمل لها كده؟ لا لا. فايران دي نموذج. وبعدين ايه ده؟ يعني اغتالوا حسن نصر الله وقواد الحرس الثوري، واغتالوا رئيس الاركان، ايه ده انت مخترق خالص، ده انت ايه، انت ابيض يا ورد يعني. طبعا انا عارف ان الموساد قوي جدا، الموساد ده اقوى حاجه في اسرائيل هي الموساد، بعديها الطيران الامريكي اللي هو الشبح والحاجات دي. بس هو الموساد ده اهم سلاح عند اسرائيل، الموساد اللي هو اللي بيستخدم كل التقنيات التكنولوجيه اللي موجوده عند السي اي اي الامريكي وعن كل المخابرات الاوروبيه، بيستخدمها في نفسه. وبيعتمد على روسيا. روسيا دي اكبر دوله قذره بالنسبه لنا. يعني مش روسيا دي حليفه ايران؟ ده ايران ادت لروسيا صواريخ عشان تحارب اوكرانيا. طب انت يا روسيا مش شايفه الاعتداء اللي بتتعرض ليه ايران؟ حليفك مش قادره حتى تنبهيهم، تديهم اسلحه متطوره يقاوموا بيها الحاجات دي. لا لا، اقذر دولتين في العالم روسيا والصين، لان هم مستعبطين فيها. هو ايه اللي دمر، ايه اللي ودى مصر في داهيه في 67؟ روسيا اللي ودت مصر في داهيه في 67. وفي 73 ايه اللي عمل الثغره؟ روسيا. السفير الروسي قابل السادات قال له اسرائيل هتقتحم سوريا ولازم تطور الهجوم. فالسادات لهبل، قام دفع فرقتين لسينا عشان يطور الهجوم. طبعا الفرقتين تمت ابادتهم لان مفيش اسلحه دفاع جوي. ثانيا فتحوا فراغ حواليهم، اسرائيل دخلت منه وشارون دخل، حصر الجيش الثالث، وجابوا جولدا بائير صوروها على ابواب مدينه السويس، ووصل لكيلو 101، كان على بعد ساعه من ميدان التحرير. ادي روسيا القذره، والصين كذلك. فانت يا ايران 30 سنه بتعملوا برنامج نووي مش قادرين تعملوا قنبله ذريه. ده انتوا ده يا راجل، ده ايه ده؟ انا لو ده مصر لو حبت تعمل قنبله ذريه هتعملها في خلال 6 شهور لو حبت، بس مصر مش عايزه لان عارفه ان هي هتتعرض لعقوبات وحاجات زي كده. ايه المشكله انك تعمل قنبله ذريه يعني؟ ايه المشكله انك تشتريها حتى؟ يعني لما الاتحاد السوفيتي تفكك كانوا بيبيعوا القنابل الذريه، ودي قالها مبارك وقال لك احنا ممكن نشتري قنبله ذريه. طب انت ما اشتريتش قنبله ذريه ليه يا ايران وانت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي؟ دوله عبيطه، دوله فاشيه، جايب لك المرشد لا ابو كاكو. ايه الهبل ده؟ ايه الراجل الاهبل ده؟ ايه الراجل الاهبل اللي بيقود دوله ده؟ اهبل، فاكر نفسه علي بن ابي طالب. يا راجل واحد نايل على خيبتك. طب علي بن ابي طالب اتقتل ومنهزم في انت في ايه؟ في ايه؟ ايه ده الهبل اللي بتقولوا؟ ايه اللي عملتوه في سوريا ده وتقتلوا الشعب السوري؟ او ربنا وعدكم باللي يديكم بالجزمه. وهو شعب عبيط طول عمره الشعب الفارسي ده، يعني الفرس دول شعب عبيط. الفرس دول على فكره اقذر احتلال جه مصر هو الفرس. احتلوا مصر 150 سنه، اذلوا الشعب المصري فعلا، واذلوا الملوك والامراء، لدرجه انهم كانوا بيجيبوا الاميرات والنبلاء ويلبسوهم هدوم ممزقه ويشغلوهم عندهم عبيد. وكان الشعب بيعيط لما بيشوف الاميرات والنبلاء في كده. اقذر شعب احتل مصر هو الشعب الفارسي، شعب حقير. لما راحوا بقى يحاربوا الاغريق، كانوا عايزين يستولوا على بلاد الاغريق، دخلوا في مواجهه مع مين؟ اقوى قوه هي اثينا. اثينا دي هزمتهم في 4 معارك، في 4 حروب. اثينا الصغيره دي هزمت الامبراطوريه الفارسيه في 4 حروب، لدرجه الامبراطور لهبل الفارسي لما السفن بتاعته غرقت قال عقبوا لي البحر، جابوا سلاسل يضربوا الميه في البحر. ازاي تغرقي السفن؟ ازاي؟
بالذمه في انسان عاقل يعمل كده؟ اهبل، شعب اهبل ودوله هبله. انا بسميها الدوله العبيطه، تشبه دوله جمال عبد الناصر. وهكمل لكم في